هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده بيتكلم عن اسرار ما تبوحش بيها لحد. تعالوا اقول لكم 6 اسرار عندنا. اول سر هو ان انت عندك اهداف وطموحات ما تتكلمش فيها مع حد. ده سر. لما تخلصوا ابتدي يقول انا كان طموحي كذا والحمد لله وصلت له. الكلام في الحاجات دي مش بتحصل عادة ما بتحصلش. بتلاقي حاجات كتير بتعطلك ان انت تقوم تعملها، يا تكسل يا في حاجات عواقب كتيرة. تجنبا للمواضيع دي، فيا ريت ان انت ما تحكيش غير لما نفذ وبعدين احكي براحتك. تاني سر هو آه، العائد المادي اللي جايلك، مرتبك. يا ريت الدخل بتاعك ده محدش يعرفه. ليه؟ مش هقول بقى بيطمعوا فيك والجو ده، لا، بس ممكن اللي بيسألك مرتبه يكون اقل من مرتبك، فيبتدي بقى جواه بقى تحورات كده. طب انا ليه انا ما باخدش زيه؟ ليه انا هو احسن مني فيه؟ فمنعا لكل ده، وان اللي قدامك يبقى متضايق ان انت بتاخد اكتر منه، فلا، ده سر مش هيفيد اللي قدامي في حاجة لما يعرف، معلش يعني. طيب، تالت سر معانا هو اخطاء الماضي. عملت حاجة زمان، ليه اروح اقول له فلان ان عملت كذا؟ ما هو هيمسكها عليا زلة. يعني اذا بليتم فاستتروا. ليه يعني هتمسك ميكروفون مثلا حضرتك هتقولي يا جماعة انا عملت كذا كذا؟ فلا، يعني مش كده. ربنا ستر علينا فخلاص، نبتدي بقى نصلح اخطائنا ونبقى شاطرين وحلوين كده. ويا ريت ما نتكلمش في الحاجات دي تاني مع حد. لو كنا بنتكلم يعني ماشي، مش حاجة نفخر بيها. رابع حاجة عندنا المشاكل العائلية. مشكلة ما بينك وما بين جوزك، يا بنت الحلال ما تحكيش بره، وانت يا ابن الحلال ولا تدخل ماما ولا تدخل طنط ولا اولادنا يعرفوه. نو واي. ابتسامة لطيفة، محدش يعرف عننا حاجة، ولا حلو ولا وحش، الحمد لله بخير وبس. واحترامنا، نحاول حتى لو احنا زعلانين. انا عارفة ان مش كل الناس بتقدر ان هي دربوا نفسكم ان تحصل مشكلة ما كنتوش بتعملوا كده، ابتدوا اعملوا كده. مشكلة حصلت، ما دخلش بقى حد. الطرف التالت لو دخل، هو اولا يعني المشكلة اللي حصلت دلوقتي ما بينك وما بينها، هل مثلا دي اول مشكلة؟ لا، في مشاكل قبل كده، فتراكماتها اثرت على المشكلة اللي انتوا فيها دلوقتي. فالطرف التالت ده هو مش على دراية بالمشاكل اللي قبل كده اللي اثرت وخلت تصرفاتكم انتوا الاتنين اللي ناتجة في المشكلة الحالية تبقى واصلة للمرحلة دي. فانا جاية اقول لكم يا ريت المشاكل دي تبقى ما بينكم، مقفول عليكم بابكم، ما تدخلوش حد، وحلوا مشاكلكم اول باول، اتكلموا مع بعض ماشي، ما تخلوش سد ما بينكم. لما ما بتكلمش اول باول هيبقى في حاجز نفسي او سور ما بيني وما بين اللي قدامي، هو بيكبر يوم عن يوم كل ما بعدي وما بتكلمش في المشكله وفي اللي مضايقني ونوصل لحل. مش لازم اوصل للحل اللي هو يعني ايه، ان انا احل الحاجه دي لا زي ما انا عايز ورأيي، ولا رأيك ولا رأيها. اوصلوا يعني رأي في النص يرضيكم انتوا الاتنين. ممكن رأيه هو يبقى صح في الموقف ده، ممكن رأيها يكون صح في الموقف ده، عادي. مش المهم مين رأي مين اللي مشي، المهم انه صح، المهم ان الطرف التاني مقتنع بيه، المهم ان الطرفين بيعدوا لبعض، نعدي لبعض. احنا مش داخلين حرب، احنا داخلين دي حياة مشاركة ما بينكم انتوا الاتنين. تمام. الابتسامة الحلوة وقت المشاكل، محدش يعرف عنكم حاجة. خامس حاجة وهي فتح مشاكل الناس وأسرارها. يا جماعة مش هنقعد مجرد ما حصلت مشكلة ما بيني وما بين حد كان مأتمني على أسرار أو مشاكل، أروح أنا أو قطعت علاقتي بيه، أروح أنا أقول للناس يا جماعة ده كان بيعمل وكان أسرار وواحد اتنين تلاتة. ما انت زي ما انت ما هتعمل هيتعمل فيك بمنتهى البساطة يعني ليه انت زدت دلوقتي لما اتكلمت عنه؟ نقصت مثلا؟ الناس ضربت لك تعظيم سلام، طب ضربت لك تعظيم سلام يا سيدي،
ايه بقى تعظيم السلام ده عمل لك ايه؟ معلش يعني ما عملكش حاجه يعني. نكبر كده شويه، نكبر، ما نقعدش ندور على التفاهات الهبله دي. ماشي. سادس حاجه ودي الاخيره، الفتوحات الربانيه. ربنا مش بيوهب بيها اي حد. يعني بمنتهى البساطه انا بتكلم عن ايه؟ عن ان انا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى حطني في مشكله او في بلاء. هل مثلا كل الناس بتتصرف زي بعض؟ كل الناس بتعرف الحكمة من الحاجة دي؟ لا. من المشكلة أو البلاء ده؟ لا. كل الناس بيبقى عندها رضا من جوه، وإن ربنا بيحبني، وإن ربنا مشكلة وهتعدي، مش آخر حاجة يعني، مش هتفضل معايا طول الوقت، لا، هيبقى ليها نهاية، مش هتفضل مكملة طول العمر. ربنا بيحبني عشان كده هو بيبتليني. ربنا عارف اني قد الحاجة دي فعشان كده حاططني فيها، عايز يعلمني حاجات معينة كانت ناقصاني، فبيديني خبرة من خلال الحاجة دي، بيعلم فيا حاجة، بيقويني في حتة كده. زي ما بتيجي تعلم ابنك وتسيبه ان هو يغلط، فتبتدي ان انت تقوله لا طب ما تيجي نجرب كذا، سبته تحت عينك والحاجات دي كلها. فربنا حنين علينا قوي. فمش كل الناس بقى بتفهم التفاصيل دي، وبتفهم ان في بقى رسائل من ربنا ليها، وكأن بقى ايه، في زي سين بقى ما بينك وما بين ربنا كده انت فاهمه. زي عارف انت كده لما يبقى في سين ما بينك وما بين واحد صاحبك، هو بقى كده تحس ان هو ايه، في رسالة في الانستجرام قريتها، في رسالة تانية لقيتها على الفيسبوك، رسالة تانية على الواتساب، على اي ابليكيشن انت منزله على الموبايل، شفتها في الشارع وانت ماشي على ميكروباص، مثلا حد من اصحابك جه قالك حاجة، حكاية او حكيلك عن موقف معين، فحسيت ان في رسالة او حاجة كده ربنا عايز يقولي عليها، وكأنه بيقولي انا جنبك، انا بطمنك شوية والحاجة دي هتعدي. زي ايه الرسائل دي؟ وبشر الصابرين سوف يعطيك ربك فترضى، هديك لحد ما ترضى. واصبر لحكمة ربك فإنك بأعيننا، يعني انت في رعايتي وفي عنايتي. فمش كل الناس عندها الفتوحات الربانية دي. ففي ناس ممكن تحس ان هي، مش هقولك هتحقد عليك ان انت عندك وهي مش عندها، بس هتبقى مستغربة هو ليه ربنا اداك انت وما ادانيش انا، وانت احسن مني في ايه. الحاجات دي غصب عن اي بني ادم هيبقى من جواه ان هو نفسه ربنا يعمل معاه كده. فبلاش سر زي كده من الاسرار بتاعتنا نبوح بيه لحد. وكان معانا 6 اسرار مينفعش ان احنا نبوح بيهم لحد. اوكي، كانوا ايه هما؟ بسرعة كده. اول حاجة اهدافك المستقبلية وطموحاتك، زي ما قلنا واتكلمنا عنها. تاني حاجة وهي الدخل المادي، المشاكل العائلية، فضايح مشاكل الناس وأسرارها، الفتوحات الربانية. سادس حاجة كانت الأخطاء الماضي. ميرسي، باي باي.